اسمع يا سيدي وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيامه بالليل. اللي بيصلي صلاة الليل قيام الليل ولو ركعتين، ايه ده شرف المؤمن. طيب يا مؤمن يا اللي من غير شرف، ايه انت بتصليش قيام الليل ليه يا اخي ولو ركعتين؟ طيب اسمع بقى، طب انت بتصلي قيام الليل كل ليلة ركعتين 4 6 8 كما شاء الله لك أن تصلي، وانت كمان. طب ايه اللي يحصل بقى لو انا راحت علي نومة؟ اسمع بقى يا سيدي وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انت لسه ما صليتش على النبي ليه؟ صلي على النبي. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. يعني ايه بقى الكلام الجميل ده؟ الكلام ده بيقول لك للي متعود على صلاة قيام الليل واللي متعودة على انها تصلي صلاة قيام الليل ركعتين 4 الى اخره. طب في يوم راحت عليها نومة او راحت عليه نومة، ايه اللي يحصل؟ نعمل ايه؟ نزعل ونبكي ونندم؟ لا، وكان نومه صدقة عليه من ربه. انت ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 منهم النائم حتى يستيقظ. هذه رحمة من الله عز وجل. هذا المقطع جاءك من قبل الله عز وجل، ساقه إليك لتستمع. هل أنت مؤمن شريف أم مؤمن بدون شرف؟ شرف المؤمن قيامه بالليل، وأنت أيضا شرف المؤمنة قيامها من الليل 2 4 إلى آخره. ما تخليش بقى المقطع ده يقف عندك. الدال على الخير كفاعله ولك ثواب ذلك. وإلى اللقاء آخر إن شاء الله.